Evlenmem ben başkasıyla lütfen. Hayatımı mahvettiniz. Geri zekalı var. Hayatımı mahvettiniz. Ben affedemem anne. Pişmansan çekinme. Konuş kocanla. Yıldırım nikah. Bu işi hızlandırıcıyım, haberiniz ola. Masraftan da düşerik ha. Hem iki nikah bir arada yaparsa... Ha, ben ne dersem sen olsun. Kırmayacaksın. Bu hepiniz için geçerli. Böyle yaşadın, böyle devam edin. Daha biz boşanmadan büyük torununun seyrini istemiş. Bu dedeleri olacak adam. Sen ne diyorsun çocuk? وكما رأينا نية كاظم أصبحت واضحة وأنه يزوج بناته من أجل الحصول على الثروة من خلفهم، وسيران التي هلعت من الخوف عندما عرفت أن كلام فريد كان على حق بأن والدها سيبيعها من أجل المال والثروة. ومن هنا ستعيش ندم كبير سيران لما فعلته ورفضها لفريد. لكن الآن أصبح الأمر تحدي بين العائلتين بمعرفة خالص آغا، وسيأتي بعدها مواجهة مافيا ورجوع عداوة الماضي التي بين عائلة إحسانلي وعائلة الكرهان. ونشاهد فريد رغم ما فعلته سيران يتمسك بها ولا يسمح للطلاق وأن تتزوج بهذا الشخص، خاصة عندما يعرف حقيقة أعمال عائلة إحسانلي القذرة. أي قريبا سنشاهد رجوع سيران لفريد وهي نادمة.